لو سمحت يا دكتور، انا عايز اسالك على حاجه. يعني انا في احلامي كان جوزي مسافر، وكنت بحلم باحلام وحشه قوي، احلام كلها جان، حاجه بتمشي قدامي، حاجه بتطلع على السقف، حاجه بتعمل، فكنت بقوم مرعوبه. لما رجع قعدت فتره ما فيش الكلام ده. كويس. بس امبارح نفس الاحلام راودتني تاني. طبعا بقوم جسمي كله وجعني وخايفه هو كان مسافر؟ الحاج كان مسافر ولا لسه مسافر؟ لا، رجع قعد خلاص. رجع قعد وزعلك؟ لا لا ابدا والله. اول امبارح زعلك. يوم ما لا تشوفي لا الاحلام دي يبقى انت بايته زعلانه. استني وانت خايفه اللي يضربك الليله دي. انت خايفه تقولي ايوه زعلني، يقوم يقول لك زعلتك في ايه وتقوم فضيحه دلوقتي. لا، استني بس، استني، بلاش هو اللي زعلك. اي حاجه في الدنيا زعلتك يا اما كلت كتير قوي. البني ادم يشوف كابوس ويشوف حيات وتعابين لسبب من اسباب ثلاثه: بايت متنكد، بايت ما صلاش العشاء، بايت واكل كتير جدا وراح مرمي نايم. حاجه من الثلاثه عندك، اختاري. يعني الحاجات دي يا دكتور مش سبب حاجه معينه؟ اختاري اللي انا قلته يا بت. اه اختاري حاجه من اللي انا قلته. ايه اللي حصل لك في الثلاثه دول؟ والله انا ساعات كتير ما بتعشاش، وان كلت باكل المغرب، باكل بدري ما بنا. انما هو كهو شخصيا والله يا ريت الناس كلها. لا بلاش هو شخصيا، معلش. ممكن اي حد من طرفه. باش خلاص، شكرا. هحترم سكوتك وحرصك على مشاعره ومشاعر اللي جابوه، بس اكيد جدا ممكن. شكرا يا زينب.